احنا اقوى، احسن، اكثر، اول، اعلى، افضل، اكبر. المخزن لديهم عرق صهيوني وانا مسؤول على كلامي. شوف اولدي الله يدينا ويديك في الضوء. الجزائريين دايرين طابور على الكباش. ظاهره رائعه، ظاهره جميله، ظاهره نفتخر بها. كاين تونس والجزائر وليبيا راهم غادي يربحوا واحد الدعوه قضائيه ضد المغرب. وما قالش كيفاش بغاتني. انا مانيش فاهم هاد المغاربه هادو واقيلا يخصهم الذكاء الاصطناعي. ومن بعد راهم سرقوا لنا اسم المغرب. يا لطيف يا لطيف. ومع المغرب والجزائر ومصر اشقائنا القراب ديما كانت اليد العليا لينا بصراحه. انا نقول له راك غلط. من عاشر قوما صار منهم. هما راه تخلاو على منصب الجاره ديالهم، بحال تكرهلوا في الفكر ديالهم بكثره المعاشره ديال واحد المنطقه، ولا عندهم واحد الفكر شويه محدود. المغرب هو عقده للتونسيين وليس العكس. فعلا المغرب في مواجهه مع المنتخبات تونس الجزائر مصر عنده حصيله مرعبه امام منتخبات شمال افريقيا. عندي ما يتسالك وليدي يا جمال، ما عندي ما يتسالك، هكذا تكون الحراسه المشدده والا فداع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا شعب الجزائري. رانا في الشهر تاع التوبه والغفران. يا ربي نم الشعب الجزائري، اللهم عليك بالامارات والفرنسا والمخزن. اش بغيتي عندهم اودي؟ عدا الله نتوبوا ندعوا عليهم، هادو اللي يحبوا يفرقوا الجزائر. الله يلمنا، الله يجيب لنا الشباب، الله يلمنا كاع، وان شاء الله نعيدوا بالصحه والهنا. والله اكبر وتحيه الجزائر. الله يكثر من ذلك. احنا اقوى، احسن، اكثر، اول، اعلى، افضل، اكبر. دوينا عالم الاقتصاد كيف جئنا متفائلين في توأمة بين سلوفينيا والجزائر فيما يخص الذكاء الاصطناعي. للنقاش في هذا الموعد الإخباري والمتعلق بآلية الدفع الإلكتروني التي انطلقت أخيرا بالجزائر، وبعد ما أسالت الكثير من الحبر بتأخرها على الانطلاق مقارنة بالدول الأجنبية. مشتيني مشتك. كل الوزراء على رأس الحكومة المخزن لديهم عرق صهيوني وانا مسؤول على كلامي. ايوه. وشنو هي النتيجه المناخيه والاسقاطات المرجعيه اللي وصلتي لها؟ ماذا تنتظر من نظام المخزن؟ شوف اولدي الله يدينا ويديك في الضوء، راني مازال حتى لهاد الوقيته شاد معاك الخاطر. ثم درنا وهران الجزائر والطرف 1 2 3. هذا هو كيفاش وهران 1 الجزائر 2 والطرف 3. صافي رانا وليت شويه لاباس. زيد. وين المغاربه؟ احنا ما نستعملوش معكم السلاح. ما نوعدك بشيء. عيد الشرع عليك حلمة الشهاده عينيا. انت مشتيني مشتك. لو كان نستعمل السلاح نحتلوا كافريقيا حنا. انا بوسو يلا غاتليكم ميسي. نتوما نستعملوا معكم ساترياس يعاود لكم التربيه من جديد. فاك. وهذا حمق. طوابير الكباش حاجه تشرف، حيت العقليه ديال اللي بقات ليه والعقليه ديال هنا كتفكر ليه. هذا دليل على ثراء ودليل على اريحيه وراحه عند الشعب الجزائري. الجزائريين دايرين طابور على الكباش. ظاهره رائعه، ظاهره جميله، ظاهره نفتخر بها. واخيرا شفنا الانسان الزوالي الفقير داير طابور على واش؟ باش يشري كبش. داخت لي الحلوفه معاهم. اسمح لي كاين تونس والجزائر وليبيا مالها؟ راهم غادي يربحوا واحد الدعوه قضائيه ضد المغرب. وما قالش كيفاش بغاتني. خاطر على بالك بال 1912 سموها المغرب، وهي كان يقصدوا بها المغرب العربي كومبلي. راهم سرقوا لنا اسم المغرب. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ينقلعوها لهم باش نردوها مملكه مراكش كيما كانت بكري. قسم والله الا سرقوا اسم المغرب في 1912. سيبو مسكا. الله يخليك، الله يرضى على ولدي. غادي نتكلم معاك باللغه اللي كتفهم فيها مزيان، بحكم تجربتك الكبيره في داك الشيء نتاع البهايم والعلف. شتي انت تخلطوا لك العراق. انا مانيش فاهم هاد المغاربه هادو واقيلا يخصهم الذكاء الاصطناعي في ريوسهم. هكاك خصكم الذكاء الاصطناعي في ريوسكم باش تفهموا هذه المعادله. ومن بعد لو عندنا اطماع فيكم 12 ساعه 12 ساعه ساعه بزاف 12 وبزاف. وطول العمر مع ذوك التطور تاع الجيش 12 ساعه بزاف. والله ما يقدروا يتحركوا، والله ما يردوا كرتوشه، يخافوا. درك حنايا اليوم ولا غدا والله ما يردوا كرتوشه، وكي نقول نحلف لك بالله التاريخ
يا اخي في 63 يا اخي هجمتوا علينا في 63 وجرات الرجاله منا ما قدرتوش شبرت ديوه. يلا زيد قدامي يلا. تم أسر أزيد من 100 جندي جزائري. ولما تناهى إلى علمه خبر الهجوم الجزائري غضب كثيرا وانزعج بقوة. وبعد توالي الأخبار حول انتصارات الجيش الملكي وتحكمه في الميدان، توصل الحسن الثاني بمكالمة هاتفية من كل من الملك خالد عاهل السعودية ومن رئيس أنور السادات رئيس مصر، يشفعان عنده ليفك الأسر عن الجزائريين ويعجل بطي الملف مخافة الفضيحة بالجزائر. اش هادشي يا سي عبد الغني؟ عندي ما يتسالك وليدي يا جمال، ما عندي ما يتسالك، هكذا تكون الحراسة المشددة وإلا فداع. تونس نعرفوا نربحوا ماتشواتنا. اش كاين شنو بغيتي؟ ومع المغرب والجزائر ومصر اشقائنا القراب ديما كانت اليد العليا لينا بصراحه. تقعد تسمع كلام كتير وتصريحات كتير وبتقعد تسمع حوارات كتير، دخان كتير، كفته قليل، قاعد بتسمع حوارات بس، فدي واحده من اكبر المشاكل. خلي بالك ان شاء الله برك يكون يسمع فينا ويتبعنا، اما نقول له راك غلط. ما كان يدير والو، هذا كان يجري برك وهما يقولوا له لا جري برك، نارينا فار في الفوتبول. هذا مدروس في اطار ان التوانسه معروفين بالبوليميك. زياد الجزائري جلو لعب مع الفريق الوطني 7 مباريات خسر 3، يلقب داخل تونس بالنمس. بالنسبه للفاصل ديال الارقام على زياد الجزائري ان يعلم، لا هو ولا حسام حسن ولا بوقره ولا المغرب في المواجهات مع المنتخبات تونس الجزائر مصر عنده حصيله مرعبه امام منتخبات شمال افريقيه، ولا منتخب من دول المغاربيه يتفوق على الفريق الوطني في حصيله الارقام. الفريق الوطني يتفوق طول العرض. معانا ولا هو غلط. اليوم الفريق الوطني والمنتخب التونسي لعبوا مع مجموعه 44 مباراه، الفوز عاد فيها في 13 او 12 مره للفريق الوطني، وعاد الفوز للمنتخب التونسي 9 مناسبات، ما بقي كلها تعادلات. عندي ما يتسالك وليدي يا جمال، ما عندي ما يتسالك، هكذا تكون الحراسه المشدده والا فداع. هذه مباراه وديه ولكن التونسيين جعلوا منها مباراه رسميه، لكن يجب تصحيح بعض المعلومات الخاطئه. قول يا راجل قول. جزائري المغرب هو عقده للتونسيين وليس العكس فعلا. فالانتصارات المغربيه على المنتخب التونسي هي اكثر، فالعدد يصل الى 16 انتصار للكره المغربيه. ربي ايضا المنتخب المغربي اقصى المنتخب الاولمبي التونسي من لعب الاولمبيات 4 مرات، وهذا رقم مخيف ومثير. ربي امر اخر، المنتخب المغربي ايضا اقصى تونس من نهائيات كاس العالم في 3 مرات. ربي اذا على الجزائري كما يقولوا المصريين مراجعه اوراقه ويذاكر جيد. عمر تونس ما ربحت المغرب في المغرب. كون ان المغرب يختار انه يلعب مع تونس، نعم، فلان المغرب يريد ان يعدد من المنافسه مع المنتخبات، يعني واجه كثير منتخبات ديال جنوب الصحراء، اليوم اختار أن يلعب مع منتخب مغاربي. هناك إمكانية لكي يلتقي في طريقه إن شاء الله خلال كأس أفريقيا الأمم منتخبا مغربي. من عاشر قوما صار منهم، نعم. ومرة تخلوا على منصب الجارة ديالهم. البعض اليوم يقول يؤدون دور بالنيابة على، حيت بحال دخلوا فينا في إطار الاستفزاز. الجزائر ما تقدرش تلعب معنا، تونس تؤدي هذا الدور. أنا يمكن نقول لك هذه معركة إعلامية، يباح له يقول اللي بغى، يرمي الضغط المعترض ديال الفريق الوطني. الجزائري من حقه يدير تصريح في حمولة الضغط، هي ماشي من حقهم هما انهم معروضين للدار الكبيره في حفل افتتاح، ولكن ما راعوش داك النوبل ديال المغاربه اللي جابوهم وكبروا بهم في معرض، تيقولوا واش غيحتفلوا على ظهرنا، واش غيديروا حفل افتتاح المركب على ظهرنا، وهذا ما لا نرضاه. يعني عندهم واحد الحيثيات بحال تكرغلوا في الفكر ديالهم بكثره المعاشره ديال واحد المنطقه، ولا عندهم واحد الفكر شويه محدود. عودي خليني ساكت، ما كاين زهر شاي، ما كاينش بويتيش. المغرب بكل اختصار دولة رزينة حكيمة متزنة غير متسرعة في قراراتها، دولة نشطة في المجتمع الدولي، لها تأثير على أوروبا ولها تأثير على أفريقيا، ولها كل الاحترام والتقدير في آسيا. أيضا في القضايا العربية المغرب بالحقيقة يتصدر في أحد الملفات اللي هو ملف المسجد الأقصى والإشراف عليه. المغرب له تاريخ الحقيقة في دعم دول مجلس التعاون الخليجي، وأول هذه الدعومات هي بلد الكويت عندما شارك في حرب تحرير الكويت. لذلك دول مجلس التعاون الخليجي تتعامل مع الدول المتزنة التي تتقيد بالقانون الدولي وبأحكام وقرارات الأمم المتحدة. المغرب أحد هذه الدول الحقيقة التي جديرة بالاحترام، لذلك أيضا في علاقات ومصالح مشتركة، في الحقيقة تفاهمات بين معظم دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية
المغربية في تعاون اقتصادي، في تبادل سياسي، في تواصل الحقيقة اجتماعي وثقافي. المغرب له تأثير على القارة الأوروبية، وهذا يخدم أيضا مصالح دول مجلس التعاون الخليجي. كل هذه الأسباب بالإضافة إلى سلامة الموقف المغربي في قضية الصحراء والخلافات اللي عليها، فهي المغرب قانونيا ودوليا سليم، لذلك لابد أن يكون هذا الاتجاه في دعم الحق الدولي وفي دعم الحقيقة الحقوق البشرية.